بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. تعالوا بقى نعمل الفراخ بتاع رمضان. كل سنة وانتم طيبين. انا جبت 4 فراخ الحمد لله رب العالمين، يعني هنقضي بهم الشهر كله ان شاء الله كده. ايه ربنا يطرح فيهم البركة. هنقسمهم كده مع بعضينا ونخليهم ايه يقضوا معانا ايه الشهر كله. يعني بس انا هطلعهم عشان انا ماسكه التليفون بايد بقى وبشتغل بيه. ونطلع بقى الدبابيس لوحديها ونطلع العوارض لوحديها وكده، يعني الوراك دي هنطلع منها وجبتين والصدور لوحديها عشان نعمل الفرخه سليمه. وطبعا الكبد والقوانص حطيتها لي في كيس لوحديها. بس يا حبايبي معانا بقى كمان جبت طبعا على الكم قنصه بتاع ال4 فراخ، جبت نص كيلو كبد وقوانص، ونحط دول على دول كده نقضي بيهم يوم وربنا يطرح فيهم البركه. وعلى الكام جناح اللي هيطلعوا برضو جبت ايه ثواني اطلع لكم اهو الاجنحه اللي بقى انا بنحفل عليها. الاجنحه دي جميله برضو، يعني احنا من قبل الغلا بنجيبها وبنعملها، فمش مشكلة يعني لما تبقى الدنيا غلا ونجيب يوم كده كيلو أجنحة نمشي بيه. بس هي غليت، يعني اللي هو الواحد بقى مستكتر عليها الفلوس اللي بتتحط فيها، وهي في الأول والآخر أجنحة. عالكام جناح بقى اللي ايه هناخدهم من ال4 فرخات، ويبقى دول كده يوم ودول يوم وكده ايه، والدنيا تتقضى وتمشي وتبقى زي الفل. ماشي يا حبايبي. انا هطلعهم طبعا من الاكياس عشان هو رابط لي عليهم الكيس، الظاهر كان فاكرهم هيطيروا ولا حاجه. هنطلعهم من الاكياس واغسلهم حلو قوي، واشوف برضو لو في اي ريش ولا اي حاجه عايزه تشتلها هنشيلها. طبعا انا عشان ماسكه التليفون بيدي وبشتغل بيد مش هعرف اعمل معاكم الكلام ده. والخضره بتاعتنا بقى ايه بتاع المحشي هنعملها برضو مع بعض ونفرزها وننضفها كويس من اي حشائش مش حلوه او ورقه صفراء او اي حاجه، وهنغسلها. وده الجرجير بقى للسحور اهو يا حبايبي. ماشي. هننضف بقى الخضره دي ونظبطها كده ونغسلها غسله تمام، وهنسيبها تتهوى حلوه قوي ما يبقاش فيها اي ميه. وبعد كده هنفرمها ونشيلها في اكياس. والفراخ بتاعتنا دي بقى هنغسلها طبعا وهنقطعها زي ما قلت لكم، وهنشوف ايه هنعمل فيها ايه بعد كده. هنعمل منها بقى مشوي، وهنعمل بانيه، وهنعمل ان شاء الله يعني، وهنعمل ايه، وهنعمل للسليق، وهنعمل كمان شيش طاووق، وهنعمل كل حاجة ان شاء الله. فالدنيا طبعا رمضان بقى انتوا عارفين يعني شهر خير يعني، وكل يوم عايز اكل، فمش لازم نكبر الكميات عشان احنا كل يوم هنعمل حاجة يعني. فلما النهاردة تبقى الكمية حلوة معقولة، فعشان بكرة ايه نلاقي برضو. وربنا يرزق الجميع، وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يعود عليكم الأيام بخير يا رب. صلوا بقى على النبي وحدوا الله وقولوا لا إله إلا الله وحطوا لايك وكملوا الفيديو معايا للآخر. اهو يا حبايبي انا كده قطعت بقى الفراخ وغسلتها، خليت جزء من الكتاف برضو يعني كده، بس قطعت 2 برضو. والدبابيس اهي، ودي العوارض ان انا قاعده دلوقتي في دقيق وملح وليمون وقشر البرتقال والكلام ده، انا ضربه في الخلاط وصفيته عليه. الكبد والقوانص اهي بعد ما غسلتها. القوانص طبعا بالجزء ده بنعمله كده بالسكينه
اكننا بنعمل ممبار بالظبط، زي ما بننضف الممبار نكحته كده بالسكين، عشان بيبقى فيه الزوجة هنا وبيبقى فيه يعني كده حاجات المفروض نشيلها اهو. ماشي يا حبايبي. ودي الأجنحة والرقبات والحاجات دي اللي انا شلتها من الكتاف، اللي قطعتها بانيه وقطعتها نعملها شيش. طيب الحاجات دي هنحطها مع اللي هيتسلق. والأجنحة بتاعتنا اهي طبعا نضفتها وغسلتها، ده الجزء اللي انا شارياه من بره، والجزء اللي انا شلته من الفراخ اللي انا شارياها برضه. وادي البانيه انا حابه ان انا اقطعه كده، مش كنتش عايزه اعمله اللي هو الشرايح الرقيقه دي. دي الطريقه دي برضو حلوه، بتبقى حلوه كده بتبقى يعني ايه زي الحاجات الستريبس كده، بتبقى برضو مش ناشفه ولا حاجه. برضو نقعها بالدقيق والملح والليمون. ودي الشيشه اهوت، القطعه اللي انا هنعملها شيش طاووق اهي، تحتها كده بالشكل ده. طبعا احنا اسره مش كبيره، فالكميات دي بالنسبه لنا حلوه قوي. هغسلهم بقى لان انا نقعهم بقى لي يعني ايه فتره. هنغسلهم وهنسيبهم في مصفى كده، نشيلهم في مصفى يصفوا ميتهم، وبعد كده كل حاجه لوحدها برضو. وبعد كده ايه نشوف هنعمل التتبيله بتاعتها. تعالوا بقى اوريكم التتبيله عباره عن ايه. التتبيله بتاعتنا اهيت عباره عن كوبايه لبن، عصره ليمون، 2 بصلتين كده وسط، و2 طماطم عشان الكميه كبيره، ومعلقه كبيره هرسه شطه، ومعلقه توم مفروم. والتوابل عباره عن فلفل اسود اللي انا كنت عاملاه معاكم في فيديو التوابل، والحبان والورق اللوري، ونص معلقه جنزبيل. دي التتبيله بتاعتنا. المفروض تبقى زبادي، ما فيش زبادي هنمشيها بكوبايه لبن. وهنفرم كل ده بقى مع بعض في الخلاط، وبعد كده ايه نتبل بيه الفراخ بتاعتنا. يلا صلوا على النبي بقى وحطوا لايك. بس يا حبايبي هنتبل بقى البانيه اللي عملناه والشيش. وهنا برضو ايه عوارض كده ودبابيس. العوارض هنشويها، والدبابيس هنعمل ايه فيها، هنعملها يعني كوكي كده او كنتاكي. انا حطيت ملح عشان نسيت احط ملح، حطيت ملح. وطبعا انا هنا بقى عبيت الحاجات اللي هي للسليق وكده. دي قفص الصدر والرقبات والحاجات دي شلتهم كده في كيس، لو يوم مثلا عايزين شويه شوربه لسان عصفور او ملوخيه، انا رحت مطلعينه سلقينه واخدين الشوربه بتاعته. كبد والقوانص اهي هنعملها برضو في يوم. وهنا حطيت حتتين من الكتاف وحتتين من العوارض عشان اللي ما بيحبش الكتاف. الكيسين دول كده للسليق. والاجنحه برضو اهي. انا ما حطيتش في اطباق بقى لان انا الفريزر بتاعي صغير ومش هينفع احط في اطباق، هتبقى عايزه مساحه وانا مش عندي مساحه في الفريزر. هنقلبهم بقى كده وهنشيلهم طبعا على طول لان هم يشتالوا، يعني مش هنعمل يعني هنعملهم في رمضان، يعني مش وقت يعني. فكده كده يقعدوا في التتبيله وهيتبلوا بقى براحتهم. اشربوا بقى من البصل والتوابل اللي حطيناها والكلام ده زي ما هما كده اهوت. وهنروح شايلينهم في اكياس برضو، بس الكيس ده عايزه اكتب عليه عشان ما يتوهش مني، ما بقاش عارفه هو ده ولا ده، فنكتب على واحد منهم. ماشي يا حبايبي. ادي
العوارض بقى والدبابيس دي. بصوا انا فتحتها ازاي بالسكينه كده عشان تاخد من التتبيله برضو. هقلبهم بقى ببعضيهم حلو، واحط البصل هنا هحطه تحت الجلد كده، وبرضو في الدبابيس هنحطه تحت الجلد كده عشان اللحم يشرب من البصل ويبقى طعمه حلو. ماشي يا حبايب قلبي، عبهم بقى في الاكياس وارجع لكم. بس يا حبايب قلبي احنا كده خلصنا الفيديو بتاعنا اهو. ادي كده الايه الحاجات الشاوي والحاجات اللي هنعملها بقى ايه كنتاكي او نجست اللي انتوا بتقولوا عليه ده كله ماشي يعني اهو. عملنا 4-5 اكياس اللي هنشويه بقى واللي هنتعمل اللي هو كنتاكي بقى كده، والشيش والبانيه والحمد لله. من 4 فراخ كان ممكن نعملهم في 4 وجبات، عملنا 10 وجبات اهو. حاجات لنسلقها بقى وحاجات والكبد والقوانص دي احسن طريقة ليها بالبصل. احسن حاجة نعمل بيها الكبد ونعملها بالبصل. انا عاملاها برضو على القناة معاكم كم مرة. ماشي يا حبايبي، بألف هنا والشفا على قلبكم. الخضرة بتاعتنا اتغسلت اهي وزي الفل. هحطها بقى كده على ملاية كده نظيفة تنشف حلو خالص، ما يبقاش فيها اي مية. وبعد كده ايه هفرمها. عندك الكبة بتاعتك بتفرم كويس افرمي بيها، ما عندكيش بنقطعها بالسكينة برضو زي ما انتوا عارفين كده. وبنشيلها بقى في الاكياس على قد ما احنا عايزين، كل واحد عارف الكمية اللي تناسبه، ونشيلها في الفريزر للاستعمال بقى وقت ما نحتاج نروح مطلعين منها. ماشي يا حبايب قلبي، وده كان الفيديو بتاعنا، ويا رب يعجبكم بقى، ويا رب كده طريقتي في توضيب الفراخ كده بتاع رمضان تعجبكم. وكل سنة وانتم طيبين وبخير وصحة وهنا وسعادة. واللي بيشوفنا بقى لأول مرة مشتركش في القناة اشترك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.